واحد بيقول امي ماتت وهي بتولد اختي، وبعدها بحوالي 5 سنين ابويا هو كمان مات، وفضلنا عايشين انا واخويا واختي مع بعض. المهم عدت الايام وربنا كرمني واشتريت شقه عشان اتجوز فيها، وبعدها بمده اختي تقدم لها شاب محترم جدا واحنا وافقنا عليه، وفضلت انا واخويا نسعى ونشتغل عشان نعرف نجهزها، والحمد لله ربنا عنا وقدرنا نجيب لها احسن جهاز وجوزناها. فانا قلت بيني وبين نفسي انا هتنازل لاخويا على نصيبي في الشقه اللي سابها لنا ابويا الله يرحمه عشان هو كمان يعرف يتجوز، بس قررت ان انا ما فتحوش في الموضوع، وفعلا لقي بنت الحلال واتجوز وخلف، وبعدها ربنا رزقه بعقد عمل في السعوديه وسافر عشان يشتغل. المهم عدت السنين وما كنتش فاتحته في موضوع الشقه، وانا كده كده في نيتي ان اسيبها له لوجه الله، لحد ما في يوم كان بيكلم اختي في التليفون وبيطمن عليها، وعرف منها ان بنتي متقدم لها عريس ومحتاجه جهاز بشيء وشويه. بعدها على طول لقيته بيكلمني وبيطلب مني اروح البنك عشان محول لي مبلغ كبير، فسالته الفلوس دي بتاعت ايه، فرد وقال لي دول جهاز بنت. وبعدها ابن الكبير خلص تعليم وقضى جيشه وراح كمان بعت له عقد عمل عشان يشغله معاه. فانا كلمته وقلت له اللي عملته معايا ده كتير ومش هقدر ارد لك جمايلك دي كلها، فرد وقال لي جمايل ايه اللي تردها، انت اللي بدات بالجمايل لما سبت لي الشقه عشان اتجوز فيه، وبعدين الجميل مش وقت ما يكون معايا فلوس، الجميل الحقيقي لما انا كنت فقير وانت وقفت جنبي. وبعدها قال لي جهز ورقك انت كمان عشان هبعت لك انت ومراتك تزوروا بيت الله السنه دي. والعبره من القصه فعلا والله العظيم صدق اللي قال ان الاخ ما يتعوض.